ليه بحب حد مش بيحبني؟ وليه قلبي مش قادر ينساه؟ خلينا نقول الحقيقة اللي اتفق عليها جميع العقلاء في كل زمان ومكان. بيحبك بجد أكيد مش هيعذبك، ده رقم واحد. رقم اتنين، انت دايما رابطة نفسك بأشخاص ومش رابطة نفسك بأهداف، فبالتالي الشخص ده لما بيغيب بيعمل لك فراغ كبير جدا جدا جواكي. قديما ذكروا أثر جميل أوي، أنا عايز أقول لك عليه أو عايز أقول لك عليه. قالوا إيه؟ قال: أحبب حبيبك هونا ما عسى أن يكون بغيضك يوما ما. يعني لما تيجي تحب حد ما تحبوش أوي 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 أوي، علشان ممكن في يوم من الأيام لما تيجي تحصل بينك وبينه مشكلة تحس تكرهه أوي أوي أوي. وقالوا برضو قديما: محدش بينجرح أوي إلا لما بيحب أوي. غي وينش بيقول إن التعلق العاطفي الشديد بيخلينا نظن إنسان هو ده الحل الوحيد لألمنا، لكن في الحقيقة هو سبب تعبنا. الشخص اللي انت بتحبيه ومش قادرة تنسيه لأنه من طرف واحد، هو ده أكتر حاجة انت بتتعذبي بيها. في فيديو على القناة بتاعتي لو سمحت ارجعي شوفيه أو ارجع شوفه، بيقول أن من تعلق بغير الله عذب به ولا بد. الأعجب من كده إن في دراسة في جامعة هارفارد وأنا براجعها بيقولوا إن الحب غير المتبادل بيحفز مناطق الإدمان في الدماغ اللي اسمها الكوكايين. أنت متخيل؟ تخيل ان ليه وصلنا او احنا وصلنا لمرحله اسمها مرحله الادمان. يعني ممكن الشخص اللي بيتكلم ده يكون مدمن وهو مش عارف، وده مش كلام، دي دراسه عملوها على الناس اللي بتشتكي ان في حب من طرف واحد ومش من طرفين. طيب الحل عشان ننهي الفيديو ده: رقم واحد، البعد عن الرقمنه. ابعد شويه عن مواقع التواصل لو سمحت. اي حاجه جايبه لك صداع او وجع ابعد عنها، اعمل بلوك. على فكره البلوك اللي معمول ده متخلع عشانك انت. انا مش فاهم انت ما بتعملش بلوك للحاجه اللي بتاذيك او الحاجه اللي بتضايقك ليه؟ ده رقم واحد. رقم اتنين، اشغل نفسك بحاجه مفيده. انا مش فاهم يعني انت قاعد وانت قاعده عماله تخش تتفرجي على موديلز وتتفرجي على الانستجرام اللي هو الشيطان الاعظم اللي انا هعمل فيه فيديو، قاعد عماله تتفرجي على الانستجرام والتيك توك واليوتيوب، وتخرجي من هنا تدخلي على سناب شات، ومن سناب شات على الفيسبوك، والفيسبوك على اليوتيوب. كفايه كفايه، انت بتدمري نفسك حرفيا، وتيجي في الاخر بتشتكي. تعملي حاجه انت بتحبيها مع اشخاص انت بتحبيهم وبيحبوكي، يكون الحب متبادل او يكون الحب بينكم متبادل، مش كنت ما يكونش من طرف واحد. طيب اخر حاجه عايز اختم بيها، وافتكر الكلمه دي: ان الورود التي ترويها بدمعك لن تنمو ابدا في تربه لا تستحقها. يا رب يكون رسالتي وصلت. شكرا.